إيه اللي يخلي ولادها يخرجوا جثتها بعد 5 أيام من دفنها؟ وإيه السر اللي المغسلة ما قدرتش تخبيه وكان السبب في خروج الجثة؟ سر المغسلة وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة الشرقية، قرية مينا صفور التابعة لمركز ديار بنجم. تبدأ أحداث قضيتنا يوم الاثنين 14/10/2024 بوفاة الحاجة زكية. بس في الأول وكالعادة خلينا نتعرف على الحاجة زكية اللي من سنين عايشة في نفس البيت ده مع زوجها، وبعد فترة زوجها بيتوفى وبتربي الحاجة زكية أولادها ال4 وبتكبرهم وبتحسن تربيتهم، وكل واحد فيهم بيشق طريقه. فواحد منهم بيسافر للعمل في دولة عربية والتاني بيسكن في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة نظرا لظروف عمله. أما البنتين فكل واحدة فيهم اتجوزت وعاشت في بيت جوزها، وبكده البيت بيفضى على الحاجة زكية. بس من وقت للتاني أولادها كانوا بيزوروها وبيطمنوا عليها، ولأن في الأرياف والقرى لحد النهاردة في أمان وبعض الناس لسه محافظة على الود وحق الجار، فكان أولاد الحاجة زكية مطمنين عليها، وخصوصا إن الحاجة ست محبوبة وخدومة، والخير اللي بتعمله كان بدون أي حساب أو حتى مقابل. يعني باب بيتها كان مفتوح من ساعة ما تصحى لحد ما تنام. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، الحاجة كانت بتساعد أي حد محتاج، وأي عروسة بتجهز نفسها كانت بتقف جنبها سواء كانت يتيمة أو حتى والدها ووالدتها موجودين. والأكتر من كده إن النجار اللي كان فاتح جنب البيت عندها ما كانش محتاج أي مساعدة مادية، ومع ذلك لما كان بيلجأ لها كانت بتديله فلوس. ومش بس كده، دي كانت بتعامله كأنه ابنها. وفي يوم الاثنين الموافق 14/10 أهل القرية بيلاحظوا إن على غير المعتاد باب الحاجة زكية ما اتفتحش، ومع الوقت بيزيد قلقهم ودهشتهم، عشان قلقهم ده هو اللي يخليهم يفتحوا البيت ويلاقوها واقعة على الأرض على وشها وميتة. يتصلوا ببنتها اللي كانت ساكنة في قرية قريبة من قريتهم، وبنتها بتتصل بإخواتها عشان يبدأوا يستخرجوا كل الأوراق اللازمة للدفن ونقل والدتهم لمسواها الأخير. ولأن الحاجة زكية عمرها 72 سنة فمحدش شك إن الوفاة غير طبيعية، لكن اللي شافته المغسلة وخبته هو اللي كشف السر اللي كان هيدفن للأبد.